نعم، إذا نذهب هذه المرة إلى إسبانيا، حيث يدخل أنشيلوتي مشروعه السادس على رأس ترسانة ريال مدريد التي تعززت بقدوم مبابي وإندريك بطموحات كبيرة في موسم جديد. من المتوقع أن يشهد خلاله ريال مدريد تحديات كثيرة. مراسلنا الأحسن سالم والمزيد من التفاصيل في التقرير التالي من مدريد. مشروع جديد سيدخله المدرب كارلو أنشيلوتي على رأس ريال مدريد، وهو يتطلع لأن يكون موسم 2024-2025 موسما لامعا كمواسمه الخمس السابقة في مرحلته الثانية ببيت الملكي. أنشيلوتي الذي حصد كل الألقاب والجوائز الممكنة مع ريال مدريد لن يقف عند حاجز 14 لقبا نالها مع ريال مدريد في مرحلتيه الأولى والثانية، بل سيسعى لنيل المزيد في المنافسات الحاضر فيها. إذا كان الريال الموسم الماضي غير قابل للهزائم باستثناء هزيمتيه أمام أتلتيكو مدريد، فنتصور أنه سيكون أقوى بوصول مبابي وإندريك. بفضل دهائه وحكمته في تسيير غرف الملابس، أنشيلوتي مدعو لتخطي تحديات عديدة لعل أكبرها يكمن في نيل الألقاب السبعة للمنافسات التي يشارك فيها فريقه، كما أنه مدعو لإيجاد توليفة جديدة وإرضاء الجميع بحضور مهاجميه الوافدين مبابي وإندريك أمام وجود خيارات سابقة. الريال يضم لاعبين من الطراز الأول، وكلهم لاعبون دوليون، وكلهم سيرغبون في اللعب أساسيين، وكلهم سيريدون اللعب أمام أتلتيكو مدريد وبرشلونة وفي المباريات الكبيرة وفي دوري الأبطال، وهذا أمر صعب. أنشيلوتي أثبت أنه يحسن إدارة الفريق كونه مدرب كبير، ولذلك هذا الموسم سيكون ريال مدريد المرشح الأول للفوز بكل الألقاب. وليست أقل من سابقاتها مهام أخرى تنتظر كارلو أنشيلوتي، منها البحث عن البديل الأمثل لكروس وسط وجود لاعبين منهم فالفيردي، كما أنه يتعين عليه إيجاد مكان لأردا غولير وتوزيع المهام بين بقية اللاعبين وإيجاد الحلول المناسبة دفاعيا في حال عدم وصول بدائل. بترسانته الجديدة وبفضل ما يملكه من خبرة في إدارة غرفة الملابس، لا شيء يقف اليوم في وجه كارلو أنشيلوتي لتجديد عهده بالألقاب، وفي مقدمتها لقباء الليغا ودور الأبطال. كابتن منير، أبدأ معك من مدريد في هذا الموضوع. يعني مشروع مرة أخرى يتكرر لكارلو أنشيلوتي مع ريال مدريد، ومع كل هذه البطولات وكل هذه الإنجازات لا يزال ريال مدريد يواصل تعزيز الصفوف، وهذه المرة بأسماء هي الأفضل في أوروبا، بدءا من مبابي وموهبة واعدة جديدة كما كنا نتحدث قبل قليل عن الموهوبين وما أكثر الأيام. هذه المرة مع إندريك أيضا في ريال مدريد. يبدو أن هنالك أزمة ستكون لأنشيلوتي في الصعيد الهجومي، ومن سيرضى أصلا أن يجلس على دكة البدلاء من بين جود بيلينغهام، رودريغو، فينيسيوس، مبابي وإندريك ومجموعة كبيرة من الأسماء. نعم، هذه استراتيجية ديال الفرق الكبرى، لأن مش يعني بالسهل أنك تحافظ على التفوق الأوروبي بتاعك، لأن لو ما اشتغلتش في فرق اللي هي أقوى منك ممكن أنها يعني تأخذ منك الريادة الأوروبية. ريال مدريد برئيس تاعو كنقول انا الرئيس الداهيه رئيس بيريز، لانه كيقدر انه يخطط لك بسنوات طويله. لان لما كنتكلموا على التعاقدات الاخيره اللي كانت تاع ريال مدريد، فهي تعاقدات المستقبل، لان يعني كنشوفوا اندريك 19 سنه، بيلينغهام، يعني جميع اللاعبين تقريبا. لما كتشوف يعني معدل السن، لو شلنا يعني مودريتش من اللائحه، معدل السن حتلقاه في واحد 24 سنه. فهذا هو اللي كيعطيك مؤشر على ان فريق ريال مدريد في الطريق الصحيح. نتكلموا على الجانب الفني، اي مدرب في العالم يحب انه يكون يعني في مكان انشيلوتي، لان تقريبا نقول لك كل نجوم العالم عنده في الفريق، حتى انه حيحتار مين حيلعب ومين حيجلس، حيحتار حتى الطريقه اللي حيلعب بها. لان اول شيء اللي حيكون اول مشكل حيكون عند انشيلوتي هي طريقه اللعب. كيف حتلعب؟ تلعب بال4-3-3، تلعب بال4-2-3-1، تلعب هذا صعب، لان حتى بالنسبه لك كفريق، لان اي فريق حيجي يلعب مع ريال مدريد فهو حيجي فريق مسلح يعني بالعزيمه على انه يفوز على ريال مدريد، اللي هو كنعتبروه انه فريق احلام، لان
شوف غير في خط الهجوم، صحيح. شوف بيلينغهام، فينيسيوس، نعم. اندريك، مبابي، يعني رودريغو، حتحير من حيدخل، من حيجلس، من حيلعب، فهذا كيعطيك مؤشر على اساس ان ريال مدريد هذا الموسم حيكون تدوير، طبعا حيكون يعني حتى بالنسبه لانه الموسم فارط عانى من الاصابات، فهو يعني استفاد من الدرس وحاول انه يجيب لعيبه على الاقل انهم يكونوا يعني ما يكونش فرق ما بين لاعب واللاعب. لكن شوف يعني انا اعتقد ان يعني النادي يفرض نفسه، شخصيه النادي تفرض نفسها على اللاعبين. لا يوجد لاعب مهما كان اسمه يفرض شخصيته على نادي مثل ريال مدريد ابدا. شاهدنا ابدا كثير من الامثله، كثير من الاسماء. هناك في مدرب محنك، هناك في تعامل جدا ممتاز، ورئيس نادي مخضرم طبعا ما يحتاج. احنا نتكلم عن انشيلوتي كيف يدير المباريات، كيف يقدر يتعامل. احنا ممكن نقول الصدمات ممكن تكون ان اثنين في نفس المركز، يعني نتكلم عن بامبي نفس عطاء على الطرف اليسار، فينيسيوس حاليا الناجح بشكل كبير. كيف اني كابتن رائد، الاختبار الحقيقي الاول لريال مدريد سيكون باكرا يوم 14 من الشهر الجاري بمواجهه ريال مدريد واتلانتا على كاس السوبر الاوروبي. نعم. كيف تتوقع ان يكون الشكل الهجومي بوجود مبابي لريال مدريد؟ يعني هو يعني يلعب مباريات وديه، انريكي الوحيد الفلبي اللاعب الوحيد اللي قاعد يلعب كاساسي كراس حربه. مودريتش مره يكون موجود في خط الوسط، من قبل لحد لما لعب، بعض الاسماء موجوده، فنادي فارض شخصيه، فارض حتى الاسلوب. وماذا عن اندريك الذي نشاهده؟ والله شوف يعني انا اسمع في تصريحاته بشكل كبير، لاعب عقليه جدا ناجحه، لكن هل العقليه هذه ذكاء في ردوده في لقاءاته